المباراة. ادي التشكيل. ريفات الجنوب واجهة الرابعة على مستوى اللقاءات بين الناديين طبعا، واللاعب كول باسين كبيرة للزمالك. ادي امامنا هنا الكرات العالية، حسام عبد المجيد ومرة تانية استلام واحمد حمدي والجزيري مش ممكن ترتد الكرة، وادي شحاتة اهو ضغط الى نداي والكرة العرضية ترجع الى دونجا يسدد. يا ولد شوف الكرة العرضية وبص امامنا هنا دونجا تسديد الكرة الثانية مهم. الكرة الثانية النهارده في ظل الكثافة الدفاعية المتوقعة مهمة، سواء من محمد شحاتة احمد حمدي خد الاولى في المباراه. شفنا تمريره حلوه زيزو لكن اتقفلت على طول. مره ثانيه شحاتة الكره العاليه ونضاي مش ممكن. بركان من الفرق اللي عندها الحقيقه تنظيم مميز مع مدرب يملك خبرات كبيره جدا، خبرات معين الشعباني خبرات كبيره. فرصه نضاي وانقاذ حمزه حمياني. الزمالك الوحيد اللاعب البوركيني دوم لقب سوبر افريقي كان امام الوداد. على طول الكرات العاليه، ابعاد سيف الجزيري، صراع في الكره العاليه، لكن شوف الروح العاليه اللي امامنا هنا مهمه من عدم التركيز. اللمسه الاخيره عمر جابر في كره عاليه احمد حمدي لكن في رصيده متقدم بفارق هدف. وادي امامنا زيزو الكره ملعوبه وحمزه حمياني ومكمل حمزه امامنا لكن حمزه حمياني. بص الجمهور، شوف حسام عبد المجيد، بص الضغط الزملكاوي جابوها منين. ادي امامنا زيزو يلم حلوه قوي وتعدي الكره واحمد حمدي امامنا هنا. يا ليك حافظ الاسم ده، احمد حمدي امامنا هو اللاعب اللي وضع اسمه في هذه المباراه لصناعه مجد وتاريخ للقلعه البيضاء بتمريره رائعه امامنا. كالمعتاد زيزو يصنع يسجل الزمالك، لكن احمد حمدي ياخد الاسيست. ايه جايه له مقشره. بص دكه البدلاء وبص الفرحه الزملكاويه، لكن اللي سجل احمد حمدي حطها حلوه قوي. الكره العاليه الراسيه الخطيره، قوه جدا في ضربات الراس امامنا البوركيني. 3 اهداف في الدوري، هدفين في هذه البطوله في مرمى مسلم وفي مرمى الزمالك. دايما قوه على طول هنا عواد الكرات دي. شوف قصه الهدف، بص الضغط هنا حسام عبد المجيد الى زيزو يعملها حلوه قوي. بص هنا بقى الراجل يا ولد احمد حمدي واخد الوضعيه. يا عيني على الكره الجميله اللي اتعملت. الهاف فولي اللي ما عملهاش الا لعيب. الكره جايه له امامنا، بص طبت ازاي وهوبا راح حاططها. يا عيني على التسديده. هي الكره كمان حباه وحبه جمهور الزمالك اللي امامنا. ثانيه خطيره الكره مرابط الراجل ده لو لف كانت تبقى خطيره. التسديده يا ساتر على شباكه. بص الراجل ده لو لف، لكن هو حافظ مش فاهم، والحمد لله ان هو حافظ مش فاهم، لان كره قويه قوي من ياسين البحيري. لكن لو كان اللاعب بول باسين ده لف كانت تبقى مشكله. الرقابه لازم تكون افضل من كده. الدفاع الهجومي الزملكاوي كين هو الكاميروني الدولي، واحد من اللعيبه كان مميز، ساعد معاه موجود معاه ودايما موجود معاه على فكره، سواء في الميريا او مع كره ثابته لمرابط. خطيره الكرات العاليه، حسام عبد المجيد ابعاد مره ثانيه على طول. فتوح الدوري ابطال افريقيا، عنده لقب كؤوس افريقيه، عنده هدف قادم. يا راجل ما تضيعش الكره دي ابدا. وادي مره ثانيه زيزو، بص الهجمه بقى مش ممكن الفرصه وترد بهجمه سريعه. فرص الزمالك مش فرصه واحده، الزمالك امامنا. ويا ساتر حمزه فرصه للتاكيد الهدف الثاني. بص الكره عدت من زيزو راحت لاوباما، رجعت لنضاي، ثم وصلت مره ثانيه لزيزو اللي سابها المره دي وحاول الكره مره ثانيه العسال يلعبها لمرابط. خطيره الكره مرابط لكن مره اللي بيواجهها الزمالك. لكن هنا ركنيه ايضا، واحده من الكرات الخطيره راسيه خطره. يا ساتر لاعب اصيب امامنا وسقوط اللاعب. عدى ابراهيم نداي العرضيه الراسيه سيف. فرصه كبيره ابراهيم نداي. بص اللي كان واقع عادل تحيف قام. ادي امامنا راسيه سيف الجزير. سيف لا يخطئ هذه الكرات. اول فرص الزمالك الثاني مهم قوي، الهدف الثاني مهم قوي يا سيف الجزير. الالقاب
84 بص كرة سيف الجزيري 84 دوري ابطال مع كابتن محمود ابو رجيله، طبعا اسطورتنا الكابتن ابو رجيله طول عمره، وكابتن احمد رفعت. 86 دوري ابطال مع باركر، 93 مع كابتن محمود الجوهري، ومعاه ايضا سوبر 90 الله في الشهر القادم. استلام من ابراهيم ضاي، هدف ضايع يا راجل يا راجل يا راجل، ضاي فرصه كبيره، لكن يا ولد امامنا هو فتوح، واحده من لمحات فتوح، وابراهيم ضاي عنده العرضيه وعنده يعني اكتر من زياد كمال. لعب مباراة سموحة في الدوري أساسي، ودي أمامنا كرة خطيرة أمامنا الثاني محمد مرابط. بص أمامنا نهضة بركان يحسسك في أي لحظة تتكعبل في رجل زيزو، ومحمد مرابط عنده هدفين في البطولة، يسدد كرة أول كرة الشوط الثاني من المباراة أمامنا. زياد كمال بيستعد يكون بديل لمحمد شحاتة. طار راس الحربة حسام عبد المجيد يطلع في كرة عالية، تسديدة خطيرة ياسين بدون تركيز أمامنا. الكرة الثانية مهمة، بص هنا حسام عبد المجيد العب على جنب يا حسام، العب على جنب يا حسام، شالها شالها في القلب امامنا. 76 وخيري على طول، خطيره اي الحائط البشري. بص امامنا الاعاده، بص مين اللي بص اللي حضر بايده هو بول ماسيد، وفاول خطير جدا من فوق الحائط البشري، ولكن مرت بامان وسلام. الجمهور الزملكاوي العب يا زمالك. الحضرة هنا في ملعب المباراة. رضا حجي امامنا هنا في محاولة، رضا حجي تمريرة محاولة الوصول، لكن على طول حسام عبد المجيد لازم ياخد فلوسي، لكن ما طلعتش الكرة. المساوي الكرات العرضية الخطيرة رأسية خطرة، يا ساتر على الكرات العالية بيعتمدوا عليها، مميزين في الضربات الرأسية. يوسف الزغودي البديل امامنا هنا سجل في ديابل نوار، وسجل في مرمى الملعب المالي، وعنده 3 أهداف في الدوري المغربي. هذا الموسم معين الشعباني، معين يا دونجا الى اوباما، لكن مره ثانيه مساوي خطير لبحيري، ولكن هي كرات نهضة بركان. بص حسام كره الهدف امامنا اهو لزيزو، واحمد حمدي يا عيني على الهدف الجميل، هدف البطوله، ومش اي بطوله. الزمالك يتحدى الصعوبات ويتحدى، لكن وحشه قوي الكره. مصطفى شلبي خطيره الكره لنهضة بركان، في توجه في تسديده يا ستار، وصفر يا عم وفرح.
Pass. Pass. Pass.